إن من علامات الساعة اختلال وانقلاب الموازين. لو كان نجيو نشوفوا وشكون النجوم تاع الأمة، تكلموا الأمة الإسلامية، خلينا من الكفار. تجد مثلا اللاعبون في كرة القدم أو غيرها، خاصة كرة القدم أكثر من السلة واليد والطائرة، والمطربون وما يسمون بالفنانين، صح ولا لا؟ فيا عجبا تجد فتاة مطربة أو ممثلة تجد في الانستغرام ولا في تويتر عندها 10 ملايين متابع ومتابعة، يعني 10 ملايين إنسان يقتفي آثارها ويتتبع نشاطها، صح ولا لا؟ تجد عالم ولا داعية ولا مفتي تجد عنده بضعة آلاف، هذا على أقصى تقدير. لاعب كرة تلقى عنده 20-30 مليون متابع ومشجع، يعني البحر يزيد له الناس الماء. إذن هذه مشكلة ولا لا؟ احنا نحترموا مثلا اللاعبين، نحبوهم الناس على كل حال، ولكن السؤال المطروح اسمه لاعب، يعني يلعب، صح ولا لا؟ هي عبارة عن لعبة، يعني هذاك البالو هذاك اللي هو بالو لعبة هو يتباع تعجو، يفوت هذاك الخط الدنيا تتقلب. هذا يدل على يعني مستوى ضئيل من التفكير، يبقى مجرد لهو، بصح باش يولي عليه ولاء وبراء، يولي علامة على التطور وعلامة على التقدم، هذا غير صحيح. البرازيل مدية 5 كؤوس ولا 6، ولكن الاقتصاد تاعها ما كان حال، يعني اللي مستفيد اللاعب نفسه، يكون يلعب بالحفاف في ريو دي جانيرو، بعدين يجيبها في إسبانيا ولا في الإنجليز يولي ملياردير، يستفاد هو كش ما فاميليا تاعو. ولا في السنغال هذاك اللاعب تاع السنغال يعطيه الصحة على كل حال، يبني جامع ولا كذا، والقرية داير لهم شهرية مش عارف 20 أورو ولا 100 أورو لكل عائلة ولا كل شهر، هذوك يستفادوا المقربين، ولكن كالأمة في الجملة ما فيش استفادة ظاهرة. ذاك النهار قال لك واحد اللاعب جزائري مهم، قال لك محرز راه طايح له المورال ولازم توقفوا معاه. قلت له واحد نسقسي قدا يخلص في الشهر، قال لي 11 مليار. قلت له كون عطاوني 11 مليار وداو المورال تاعي طيشوه في البحر، 11 مليار طايح له المورال، احنا ما واش نقولوا؟ طيب وراه يمر بحاله نفسيه ومش يسجل، وغوارديولا مش يدخل فيه، يدخل والله يخرجوا والله يحاوزوا من الانجليز، انا واش زاد فيا ولا واش نقص فيا؟ مشكله ولا ما هيش؟ قال لك لازم نجب ان نقف معه، هو لازم يقف معنا ولا احنا نقف معه. إذن مع كمان ما سبينا واحد ما قلنا والو، ولكن ها وراه الإشكالية. يقول لك ثاني الإنجليز، هذوك الإنجليز وإسبانيا هذوك أولا حطام الوقود تاع النار، هذوك تاع رايحين للنار صافي، يعني الهدف تاعهم والهدف تاعنا في الدنيا ماناش كيف واضح. ثانيا ما تلقاش هذاك ربما يستنزف الخزينة العمومية، تلقى ربما سبونسورينج تلقاه من رجال أعمال وكذا، الله يسهل عليهم، يعطي له مليار في الدقيقة الله يسهل عليهم. فقلنا مثلا لما يكون الذين حياتهم اللهو هم المقدمين في الأمة، ولا المطربات ولا الراقصات اللواتي يفسدن البنات، لأنهن اللي يفسدوا في البنات بكل صراحة، يعني ربي يهديهم هما ويهدي من اقتدى بهن. هذا هو من مصداق أن يرتفع التحوت ويختفي الوعول ويقدم السفل في هذه الأمة. فمن المفروض لما كما هذاك العالم حبة عبد الرزاق ولا كيف اسمه تعود سوفي عنده 1000 براءة اختراع، مفروض هذاك إنسان يستحق الاحترام والتقدير. ولا العلماء تاع الشريعة ولا الشيخ طاهر آية تعالجت 106 و110 سنوات، عالم في القراءات وفي النحو وفي الفقه، والناس ما على بالهمش. تلقى طفل صغير عمره 18-16 سنة يقول لك هذاك وش يعرف؟ هي وش يعرف لأنك جاهل. هذا كان مفتي في الثورة الجزائرية مع العقيد عميروش، كان مفتي في الثورة الجزائرية، كان يفتي في الجبل، احسب من ذاك الوقت قبل من نخلقوا احنا الكل. ودرك رجل عالم في القراءات في الفقه في النحو، ما يعرفوش الناس، ما يعرفوش. ولا أحمد حمان الذي توفي، والله أي ناس. ما المفروض هؤلاء هم يكونون المقدمين في الأمة في الجانب الديني، في الجانب الاقتصادي هنا ذكرنا أمثلة، في الانفورماتيك في الفيزيك في كل مجال. ومن بعدين كي نفريوها مع هذو، إذا كان شيء من اللهو والترفيه المباح مش المحرم، هذا الشيء يكون معقول، وقد لا يكون مقبولا ولكنه يكون معقولا.